تخيلوا الانجليز من كتر عشقهم للهندسه والقطارات والستيم انجن، يعني عاملين يوم للهندسه للعامه. انا بحط الفحم هنا، ايوه يحرق الفحم يطلع ستيم. بيعملوا اليوم ده كل شهر كده للعامه، ده مجانا على فكره. الناس يجي في الحديقه الكبيره دي وتركب الستيم انجن ده، وعاملينه بالنسبه للاطفال اكثر. يعني ليه؟ علشان يحببوا الاطفال في الانجينيرينج. الحاجات الصغيره دي ممكن تحبب الاطفال في الهندسه. تمام، عاملين يوم اسمه يوم الانجينيرينج هنا، وعاملين ورشه يجي الاطفال يتعلموا فيها ازاي بيركبوا الانجن والمحركات شايفين كده، كاتبين انجينيرينج موديل. ده علشان العيال الصغيره بقى تبدا زي الولد الصغير ده يبص على الهندسه ويشوف المحركات بتشتغل ازاي ويصلحها ازاي. وعاملين الورشه الصغيره دي جميل الصراحه. الراجل ده بيركب، بيحط فحم في الانجن، فده افري ليتل هيلب، يعني حاجه صغيره. تخيلوا بقى كل الناس دي عاملين عربيات دي واليوم ده تمام، حاجه صغيره جدا. يعني انت تقدر تقول انه ممكن يكون انجليز نفسهم ما يعرفوش عن الموضوع ده، يعني حاجه لا تذكر، بس حاجه صغيره ممكن تغير في حياه طفل بعدين. ممكن طفل يبدا ياخد مسار الهندسه، يبقى انجينير، يبقى مهندس، يصمم مواتير، يعمل حاجه جديده بحاجه صغيره زي كده. اهم حاجه الموضوع هل بفلوس؟ لو بفلوس تبقى سبوبه بقى. يعني هم عاملين الكلام ده كله علشان يكسبوا منه فلوس، ولكن الاجابه ان الموضوع ده كله مجانا. يعني خلوا بيعملوا الكلام ده العائلات، وتيجي تركب القطر ده بالمجان. احنا هنجرب دلوقتي ده كهرباء على فكره. وده بخار، هناك ده فحم. فده التطبيق المثالي لكلمة every little help. حاجة صغيرة جدا ممكن ما تأثرش في حياتي. يمكن يعني هتلقوا كل العائلات الموجودة هنا شايفين في المكان ده كله ما يكملوش 100 واحد. تمام، وبيعملوها كل شهر. ليه؟ لعلها تغير في حياة طفل واحد. لو تغيرت حياته وحب الهندسة وحب المحركات والكلام ده، ممكن يغير حياة دولة. فهو ده every little help. بس يا سيدي حاجة حلوة، وأنا حبيت أشاركها معاك.